السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد وصباح الفطير المشلتت والحاجات الحلوة. النهاردة الجمعة وقالوا لي يا ماما احنا عايزين نفطر فطير سخن كده يدفينا في الجو الساقع ده مع شوية عسل وطحينة كده، فقلت لهم تمام. فمعايا هنا بقى النهاردة هنعمل فطيرتين كده وسط، يعني مش كبار ومش صغيرين. معايا كيلو من الدقيق هيعمل لنا فطيرتين وسط، يعني الفطيرة نص كيلو فحلو قوي. فمعايا كيلو من الدقيق ومعايا معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من السكر. بس هو ده مقادير الفطير بتاعنا، مفيش فيه اي حاجة، ولا فيه بيكنج باودر ولا فيه اي حاجة. في ناس كتير بتحط حاجات افتكاسات كده غريبة جدا. الفطير المشلتت يا جماعة هي مقاديره الملح والمية والسكر والدقيق، اكتر من كده مفيش. فبدأنا بقى ننزل بالمية بتاعتنا. طبعا حطيت الملح والسكر في المية ومدفية المية شوية، يعني زي دمع العين كده، علشان طبعا احنا في السقعة، انما لو في الصيف مية من الحنفية عادي خالص. وبدأت انزل طبعا كل نوع دقيق بياخد مية غير التاني، يعني حسب الدقيق بتاعك. هتنزلي بالميه تدريجيا وتبتدي ان انت تعجني. فانا خدتها كمان كده على الرخامه، فضلت اعجن فيها كده، اللي هي بتلزق حاجه بسيطه. وده حلو قوي معانا في العجين، يعني لما تكون العجين بتاعك فيه تلزيقه بسيطه كده بيبقى حلو في الفطير، غير لما تكون ناشفه. معايا بقى هنا صينيه مدهونه من الزيت، وبدات ان انا اكور العجين بتاعي. انا بعمل الفطير بالطريقه دي يا جماعه دايما، يعني دي طريقه الفطير بتاعتي. بعملها كده على طول وبتطلع ما شاء الله ناجحه جدا، وكمان اسهل بكتير جدا من الطرق التانية، ده من وجهه نظري. يعني ممكن انت تكوني بتشتغلي بطريقه متعوده عليها ومرتاحه بيها يعني، فتمام. فكورت العجين كور زي البيضه كده، حجم البيضه. وبدات ان انا افرد. طبعا جبت الصينيه اللي هخبز فيها الفطير ودهنتها بالسمنه من تحت، وبدات ان انا اخد كل كوره افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افردها على الرخامه بتاعتي، اخد الكوره اغمسها في السمنه وافردها بالشكل ده. طبعا يعني مش شرط ان انت تفرديها تبقى يعني رقيقه جدا، لان طبعا دي كلها طبقات بتتحط فوق بعضها وبعدين بنفردها. وبنفردها بعرض الصينيه كلها، يعني شايفين بالشكل ده كده. فزي ما انتوا شايفين باخد الكوره احطها في السمنه المسيحه. طبعا السمنه ده ترجع لك، يعني نوع السمنه سواء بلدي، سواء سمنه شركات، سواء سمنه هولندي، اي حاجه، اي نوع سمنه انت بتشتغلي بيه. عايزه اقول لكم والله السمنه اللي انا شغاله بيها دي سمنه سايبه من عند العطار، وكانت جميله جدا. بالشكل ده كده هفضل اخد الكور، يعني كل فطيره اخدت معايا مثلا 15 كوره، كل فطيره 15 كوره. وكان يعني سمكها حلو قوي، ولا كانت تخينه يعني كلها عجين من جوه، ولا كانت رقيقه قوي اللي هي بتتكسر، يعني فاهميني. كانت حجمها حلو قوي بالشكل ده كده. بعد ما خلصت فرد الكور كلها فوق بعضها، بدأت ان انا افرد فردة بسيطة برضو كده. طبعا السمنة زي ما انتوا عارفين في الشتاء بتبقى تتجمد شوية، ففردت العجين بتاعي خالص كده، الفطيرة كلها كده. وبدأت ان انا اخد الاطراف على جوه وعملتها كورة وسبتها ترتاح برضو. عملت التانية بنفس الطريقة وسبتهم الاتنين يرتاحوا شوية، وبدأت ان انا افرد فيهم علشان يفردوا معايا بكل سهولة بالشكل ده. اه ما شاء الله ما شاء الله بتفرد معايا طبعا، لان سبتها ترتاح شويه يعني، فبتفرد معايا ما شاء الله بكل سهوله. طبعا انا مش هفرد الفطيره بحجم الصينيه دي كلها، لان الصينيه دي كبيره. الصينيه دي تاخد في كيلو دقيق، يعني تاخد فطيره حجمها كيلو دقيق، يعني تاخد كيلو دقيق يطلع لك فطيره كبيره. انا عملت الكيلو على فطيرتين بالشكل ده كده. دهنت الوش بعد ما فردتهم، دهنت الوش بتاعهم بدهنة سمنة حلوة كده. وبدأت اشغل الفرن بتاعي ودخلتهم الفرن طبعا، والفرن كان سخن. فدخلتهم بالشكل ده كده، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الفطير قابب ازاي ومنفوخ. وكمان بياخد وش بالشكل ده كده تحت الشواية. طبعا الفطير نار عالية، الفطير يا جماعة نار عالية من تحت، ويلون. اول ما يلون شغله عليه من فوق. ما شاء الله ما شاء الله، ده كان شكله طالع بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. طبعا لو انت عايزاه طري بتغطيه بحاجه نظيفه في التوقيت ده كده،
علشان يفضل طري معاكي. لو عايزاه ناشف وكده وبيقرمش بتسيبيه في الهواء. فما شاء الله شايفين جميل جدا جدا، والطبقات بتاعته بس هو كان سخن جدا على ايديا، فحاولت ان انا اوريكم الطبقات بتاعته والتوريق بتاعه، بس طبعا سخن جدا على ايديا لان لسه طالع من الفرن. اهو على قد ما قدرت حاولت ابين لكم برضو. اهو ما شاء الله بدأت بقى ان انا اقطعه كده بالشكل ده. طبعا كانوا واقفين حواليا وعايزين ياكلوا، فكنت بقطع وانا مستعجلة، وبسم الله ما شاء الله ده كان شكله ما شاء الله جميل جدا، وكان طري وحلو قوي. وده عسل وطحينة بقى، وقعدنا بقى ناكل وكده، وبألف هنا والشفا. وبإذن الله تجربوا الطريقة ديت وتعجبكم جدا. وما تنسيش بقى تحط لي لايك، ولو ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركي، علشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم بإذن الله. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.